بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبتدي الوصفة بتاعتنا، بنذكر ربنا سبحانه وتعالى علشان يرضى علينا في الدنيا وفي الآخرة. لا تيأس من صعوبة الطريق، فالطريق المستقيم فوق جهنم، ولكنه طريق إلى الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها بدون حساب ولا عذاب، أنا وإنتم وأولادنا وأحبابنا وكل من له الحق علينا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنجيب بقى المكونات بتاعتنا وهنحطها في الحاجة اللي احنا هنطحنها. هجيب الفلفلاية وهجيب الزعتر اهو. انا كنت غاسله الاجنحه وحاطه لها تتبيله مؤقته، مش التتبيله بتاعتها دي اللي انا بعملها، دي هي التتبيله بتاعتها. بسم الله اهي. وكمان هحط فصوص الثوم والتوابل ومعلقه عسل حلوه كده زيكم اهو، شويه كمان عشان العسل لازق في المعلقه. وهنحط معلقه الصلصه اللي احنا قلنا عليها، وهعصر كمان ليمونه او 2 عليها، بس مش السكينه مش معايا، هعصر الليمونه وهضربهم ضرب مبرح وهجيلكوا تاني. الليمون على فكره جميل جدا وصحي وحلو ومفيد لاي وصفه، انا بحبه جدا. وبحب اكتره في الوصفات بتاعتي. اهي بقى الخلطه بعد ما ضربتها هنزل بقى عليها، هنزل بيها على الاجنحه وهقلبهم كويس قوي، وبعد كده هسيبهم ساعتين 3. المفروض تسيبوها فتره طويله عشان تتشرب وتدي طعم حلو قوي للاجنحه. كده بقى بعد ما اتقلبت اهو، خليت الاجنحه كلها تتغلف بالخلطه. هسيبها بقى شويه كده لحد لما زي ما قلت لكم ان هي تاخد من الخلطه كده وتشرب كل الخلطه اللي فيها، عشان طعمها يبقى جميل قوي قوي. لما تعملوها تجربوها وتشوفوا. بعد بقى ما نقعت الدبابيس فتره طويله في الخلطه بتاعتها، جبت بقسماط ودقيق ومرمغتهم كده مع بعض. بصوا اهو، خليتهم يتغلفوا خالص حلو قوي بالبقسماط والدقيق. وسخنت الزيت بقى كويس وابتديت احط فيه الاجنحه وك 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 وك. بصي لما تيجي تحطي الزيت الحاجه بتاعتك اللي هتحمريها في الزيت، لازم الزيت يكون سخن، ما تحطوش بالزيت بارد علشان ما تشربش الحاجه بتاعتك، ما تشربش من الزيت. تاني حاجه ما تقلبهاش غير لما تاخد لون من تحت، دي نصيحه وتركايه حلوه كده عشان ما تفكش منك وتبوظ وتبقى شاربه زيت. بصوا بقى الجمال، وخد اللون الحلو اهو. ومحضره انا ورق حتى في الميكس مطبخ. هطلع بقى الاجنحه واحطها على الكلينكس ده. دي اول طاسه سخنه بقى طبعا. بسم الله. بصوا العسل عامل فيها ايه، بصوا مخليها عامله ازاي، شوفوا اللون. بسم الله الرحمن الرحيم. سخنه جدا، شوفوا الدخان بيطلع ازاي. انا بس عايزه اوريكم ان هي مستويه جدا من جوه، وطعمها بقى ايه رائع، تحفه بقى، تحفه تحفه تحفه. عايزاكم بقى تجربوها كده وتاكلوها وتعملوها بالف هنا وشفا. بصوا انا بس السوا جميل جدا. عايزينها مقرمشه كمان، حطوا لها شويه معلقه نشا على الخلطه اللي انتوا اللي هي دي والبقسماط، هتطلع مقرمشه اهو. بصوا شايفين البخار طالع ازاي منها، دخان ولا البخار ولا اي حاجه. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، لو عجبتكم اعملوها. يلا اقعدوا بالعافيه. وتقدميه بقى بالشكل ده مع مكرونه، مع رز، مع اي حاجه بتحبيها. الطبق ده لفرد واحد، شوفوا شكله حلو ازاي. بصوا الف هنا وشفا ليكم لما تعملوه.